السلام عليكم الاخوات الخواتات، نعاودوا نباركوا ومبروك والف مبروك المرأة المغربية. من الاخر كاع الف مبروك للمرأة المغربية اللي راكو عارفين واش راهو التنمرات كدا منا. شو المرأة المغربية من قادة فين وصلت المنتخب ديال بلادها وفين طلعت العلم ديال بلادها. ولكن قبل بهالشي تحية وشكر مني لفوزي لقجع مباشرة. تحية شكر، اقسم لكم بالله الا عندكم احسن رئيس وخطيوكم بهذاك التخربيق وهذاك شوف هذوك الفئه ديال شويه من الجمهور ديال الرجاء اذا غادي تهضروا غادي يسبوكم نورمال. سيد راه خدام في ظرف وجيز، في 3 سنين وصل المنتخب النسوي لكاس العالم، اول مره في التاريخ يتاهل كاس العالم، يوصل للدوزيام تور ومازال غادي يربح فرنسا ويوصل للكاتر. شوف خطيوكم بالتخربيق، تهلاو في هذاك السيد هذاك مهما يخون كاع مهما، ولكن انجازاته تحكم عليه. انا غادي نقولها لكم، هذه الرساله موجهتها لواحد الفئه. شكر خالص لفوزي القجع وشكر خالص للملك البلاد. السياسه اللي نهجها في كره القدم عطات الاكل ديالها. شوف الناس تخدم، والناس تخدم على المدى البعيد، المدى المتوسط خدامين على استراتيجيه عاليه. فاش ما تجبرهم في كاس العالم ما شاء الله والله يزيد. الشيء اللي عندي انا الله يزيد، ونشكر فوزي القجع والمسؤولين ديال البلاد اللي راهم خدامين بهذه الطريقه هذه، نستعرف بهم. ما كرهناش حتى حنا تكون عندنا سياسه بحال هكذا والطريقه بحال هكا. اللي بغى اللي ما بغاش ينطح راسو منحيق. اليوم انفانتينو صفع الصحافه الفرنسيه، صفع الدنيا كامله، واستقبل المنتخب المغربي من تاهل ومشى عند الفتاه هذيك المحجبه ما شاء الله. دخلت دو ماتش 2 فيكتوارات، ان شاء الله فيها البركه ومعها البركه ان شاء الله باذن الله. مازال توصل ربع النهايه. فوزي القجع انفانتينو قال فوزي القجع قعد في الرباط، انا هنا، انا راني نعوضك، ما تخمم حتى الحاجه، اقعد انت تما. القجع عاد غادي يدخل اليوم هذه بيان سور غادي يتفرج لفرنسا، بصح قال له قعد ليه، انا راني هنا. شفت الناس اللي تخدم، الناس اللي لو كان انفانتينو ما شافش المغرب خدام والمغرب يجتهد باش يوصل للعالميه ما يستقبله ما على بالو به. ولكن شايف المغرب خلى المانيا ما تفرجش المانيا وكوريا وجا تفرج المنتخب المغربي هنا باش تعرف بلا انفانتينو عارف المغرب كيفاش راه يخدم، وعارف بلا المغرب راه ناجح، وعارف واش كاين. درك انفانتينو تيقن بانه كاس العالم 2030 يعطيها المغرب بلا بتخماض العينين، وتيقن بانه يعطي كاس العالم ديال كرة الصالات اي حاجه يدخل فيها المغرب قادر يديها. وتيقن انفانتينو بانه فوزي القجع احسن رئيس في افريقيا، وتيقن انفانتينو بانه فوزي القجع يخدم لمصلحه بلاده ومصلحه افريقيا ومصلحه العرب. وتيقن بانه نزيد نكمل لكم بلا المنتخب المغربي فخر العرب وسايق الدنيا في افريقيا وسايق العرب. يلا نزيد ناكد لكم عاود، انفانتينو لو كان ما شافش فوزي القجع بلي راجل خدام ما يستقبلش وما يحضرش لي ماتش في قطر وما يجيش للمغرب ويلعب لي ماتش في المغرب. انفانتينو عارف واش كاين. وهنا نشكروا فوزي القجع على الخدمه اللي راه يديرها، ونشكروا السياسه النهج اللي نهجها ملك البلاد اللي خدموا بها. المهم واش غادي نقول لكم، مبروك والف مبروك المنتخب المغربي التاهل للدوزيام تاهل للدوزيام تور، ونستعرفوا بهم ولعبوا، وكانت الجرينتا وكانت القتاليه وشفنا الفرحه الاخيره. انا المهم حطيت غادي ممكن الا قديت غادي نحط لكم التصاور هنا تشوفوهم ديال انفانتينو ديال كل شيء. ولكن شوفوا الفرحه الاخيره، البكاء ويدعيوا لله ويسجدوا ويطلبوا الله. شتو علاش الناس يتمشوا بالنيه، الناس يخدموا، هي الطريقه. الناس يخدموا، نهضروا لا لوجيك، الناس يخدموا، الناس خدامين، الناس ما عندهمش هذاك الكلام ديال الهضره بزاف خدامين. ما وصلوا فين وصلوا لكاس العالم دوزيام تور اول مره في التاريخ، وجامي شي فريق نسوي يطلع ويوصل بحالهم، ومازال يحطموا هذا الدوزيام تور وصلوا للكاتر. فرنسا يدقوها، وانا نقول لكم علاش. من بعد ان شاء الله فرنسا غادي نديروا لها التخطيط ديالها، وانا عارف بلا يربحوه. لقاش بيدروس فات هنا ويعرف اللعيبات الفرنسيه وحده فهمتوا كيفاش، ويعرف المستوى ديالهم، وعارف كيفاش غادي يدير بلوكيهم ويرمي لهم غير هدف، غير حبيبه بحال هذه او اللي بلوكيهم اللور. قد اش فرنسا واش دارت؟
ربحت البرازيل بدون بستوسير في كشفها. البرازيل ميته، البرازيل دفاعيا كانت ميته، نهضروا لا لوجيك. البرازيل هجوميا خرقانين بصح في الدفاع ناقصين. تعادلت مع جامايكا وربحت بنما لفريق ربحتها ب 6-3. بنما سجلت 3. يعني هنا باش تعرف بلا التفوق ديال المنتخب المغربي غادي يكون تفوق ساحق ان شاء الله، وغادي يفوتوا الكاتر فينال. وانا نقول لكم تما ان شاء الله باذن الله حلها نحلوا ان شاء الله. نشوفوا كي نديروا عاود نحلوا الحريره ونوصلوا للدومي فينال كيما داروا الكبار يديروا البنات. باش المنتخب النسوي هذا تكون في 3 سنين، وزادوا له شويه محترفات اللي عطاو النكهه ديال منتخب قوي ومنتخب متجانس. وشفناها مع كوريا، وشفنا الشوط الاول اللي داروه مع كولومبيا احسن شوط في الدوره. تكتيك باش ما بغيت، باش ما تجاجبهم، تكتيك قوه بدنيه. الجرينتا ضرب ما على بالهم. هذيك 9 ما شاء الله عليها، انسه الحمار اللي بوها جزائري وامها مغربيه. بعد ان شاء الله جاي ندير عليها فيديو ان شاء الله باذن الله. دات احسن لاعبه في الماتش. شفتوها ولا ما شفتوها؟ تعال نتكلم عليها عندنا نستعرف بها. مشات لعبت قبيله تبكي وتطلب ربي وتكاليفات، واليوم شوف احسن لاعبه في المباراه. واخا هي كانت ما بينها وبين الحارس، حتى الحارسه ديال المنتخب المغربي تستاهل اليوم. تألقت اليوم واحد التألق كبير وكبير جدا، وتصدات وكانت فائقه اليوم فاقت. ومازال مع فرنسا نتمنوا التفوق اكثر واكثر، لان فرنسا عندها شويه لعابه يديروا شويه النش. بصح نتمنى من المغربيات يكونوا قويات. والجرينتا كيفها ما عندهاش مبابي. هذا هو اللي عنده مبابي، هو اللي كان يسلك الكبار. لو ما كانش عندهم مبابي كنا الكبار كانوا يدقوهم في قطر. يعني نجيب لكم هذه بالاختصار. المهم نباركوا لهم بالتأهل، فرحوا الأمة العربية وفرحونا معاهم. وشكرا للمرأة المغربية. يعني على الحقيقة نقوله الصراحة، شكرا للمرأة المغربية، لأنه المرأة المغربية والله لا في الصعاب تصيبها. يعني ما تفرحش انت لواحد الفتيات، راه اختك وامك، يعني خصك تفرح معاهم. راه عيب ما نفرحش معاهم. انا نفرح معاهم نورمال، ونشكرهم على هالشيء اللي داروه. وهذا يعني وحده لا تلعب بالحجاب ما شاء الله، تدخل التاريخ، يفرحوا شعبي، يفرحوا راسي. الحقيقه هذه هي الحقيقه، خصك تعرفها. انا نقولها لكم شكرا للنساء المغرب فين وصلوا المنتخب المغربي. هذه هي اللي مشاو تنمروا عليهم نهار اللي خسروا ب 6-0. بعض الهيشر جاو قال لك لا واش هادو ها هما هادو 1-0 برا كوريا، 1-0 كولومبيا، وبالتالي المانيا. تعرف شي المانيا باش تخرج المانيا الثانيه عالميا. المغرب كان كلاسي 70 ان شاء الله غادي يهود 30 ولا ومازال يزيد في الترتيب يهود. ولكن نهضروا لا لوجيك. المرأة المغربية قوية، ما تستسلمش والله، ما تستسلم. نقول لكم واش كاين، ما يستسلموش اليوم، ما يستسلموش، ما رماوش يديهم. حتى من كانوا يشوفوا هذوك اللحظات الاخيره اللي ما بين المقابله ديال كوريا والمانيا يدعيوا الله ويقراوا القران. شفت محقهم يفرحوا، محقهم تعرض لهم، ومحق القجاع يزيد يعطيهم شهريه صحيحه، يعطيهم مكافاه كبيره على التهاون اللي داروا، ومحقه يمشي ويعاونهم ويعطيهم مكافاه كبيره. قاش هذا الانجاز اللي داروه عمره ما يحققوا شي منتخب عربي، عمره ما غاديش تكون كاع. الا اللي داروا الكبار مشاو للنصف النهائي جامي شي منتخب غادي يوصلها في افريقيا ولا هذا. والايام بيننا علاش هما النجوم كاملين راهم يمشيو للسعوديه يكملوا لا لوتريت ويجمعوا ويشطبوا ويزيدوا، وشكون اللي غادي يبقى؟ غادي يبقاو الصنادل. نقول لكم يبقاو الصح. المهم نباركوا لهم والف مبروك على هذه المتعه اللي راكم متعين بها، وهذه الفرجه وهذه البسمه اللي راكم خالقينها، وهذه السعاده. نشكركم بزاف ونشكرهم بزاف. واش غادي نقول لكم؟ الف مبروك، وان شاء الله فرنسا. الى فيديو لاحق ان شاء الله، واستناونا الفيديو اللاحق ان شاء الله.
غادي نديروا ردة الفعل ديال صحافة العالم وهذاك التخربيق والتنمرات اللي كانوا دايرينها شي صحفيين. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.